بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لكل اخواتي جماهير الابيض الملكي، يا رب تكونوا بخير والايام الجايه تجلب لنا كل خير وسعاده علينا وعلى نادينا ان شاء الله. النهارده كالعاده جايب لكم كل ما يخص نادي الزمالك، اخبار من جوه نادي الزمالك، عن احوال الفريق، عن القايمه، عن المشاكل، عن ازمه القيد، عن قيد اللاعبين، عن هل في صفقات اجنبيه او صفقات جديده في نادي الزمالك، الغرامه المستحقه على نادي الزمالك من اتشيمبونج لابراهيم نضاي سبورتنج لشبونه. جايب لكم كل الكواليس وكل الاخبار ان شاء الله تعجبكم. ابدا الاول في اهم حاجه حاليا وبعد كده اقول لكم الاخبار. اهم حاجه حاليا هي الصراعات اللي بتدور نادي الزمالك، اللي هي بتدمر فعلا نادي الزمالك. ونادي الزمالك مش هيتدمر بس، بتعرقل مسيره نادي الزمالك، بتسبب له مشاكل كتيره قوي قوي. وده نتيجه نقدر نقول ان المستشار مرتضى منصور زج بنفسه. خلينا صراحه، المستشار مرتضى منصور هو مجلس الاداره، يعني مش هو رئيس مجلس الاداره، لا هو مجلس الاداره، هو الحاكم في نادي الزمالك. المستشار مرتضى منصور تسبب لنفسه في مشاكل كبيره جدا، فبالتالي نادي الزمالك بقى جوه المشاكل دي، لان اداره نادي الزمالك بتتمثل في مرتضى منصور. المستشار مرتضى منصور فتح على نفسه جبهات كتير قوي قوي حتى مع لعيبه نادي الزمالك. المستشار مرتضى منصور يعني اخطائه السنه دي قويه جدا، كارثيه. مستشار مرتضى منصور بدا المشاكل من جوه نادي الزمالك مع احمد فتوح، مع عبد الله جمعه. بعد كده حاليا في عز المشاكل دي كلها دخل في صراع او مشكله مع شيكابالا. وعايز اقول لكم ان مستشار مرتضى منصور مخطئ في موضوع شيكابالا، وشيكابالا مخطئ ان هو يطلع يرد، لان مصلحه نادي الزمالك ان شيكابالا كان سكت وما ردش ومش محتاج يدافع عن نفسه. والمستشار مرتضى منصور انت مش في كل الازمات دي كلها تزج باسم نجم كابتن الفريق في نادي الزمالك. فالاثنين اخطاوا خطا كبير جدا في حق نادي الزمالك. المستشار مرتضى منصور طبعا انتوا عارفين الصراع ما بينه وبين الاستاذ ممدوح عباس. الاستاذ ممدوح عباس عايز يقضي على المستشار مرتضى باي طريقه، وده على حساب نادي الزمالك، يعني هو بيأذي نادي الزمالك عشان يأذي المستشار مرتضى منصور. وطبعا جبهه الصراع مع محمود الخطيب واعوانه واعلامه ولجانه والقضايا اللي بيعملها كل شويه والبيانات. مشاكل المستشار مرتضى منصور مع الناس اللي بيدعوا ان هم رموز وبيدعوا ان هم محبين نادي الزمالك، وكل منهم صاحب منفعه. للاسف الصراعات دي اثرت نادي الزمالك بقوه جدا جدا. مش هقول لكم بقى موضوع حجز على الاموال وبس، لا، انت بتتقطع يوميا. نادي الزمالك بيتقطع في شخص المستشار مرتضى منصور. المستشار مرتضى منصور له ما له عليه ما عليه، عمل حاجات كويسه، لكن السنه اللي فاتت في حاجات كتير قوي غلط كبير واخطاء كارثيه وقع فيها، ادت للمشاكل الحاليه. المشاكل الحاليه دي يا جماعه تهد اي نادي في الدنيا، لكن نادي الزمالك عمره ما يتهد، لان جماهير نادي الزمالك هي الاعظم. للاسف كمان دخل في القصه دي سوشيال ميديا نادي الزمالك. سوشيال ميديا نادي الزمالك اللي كانت واقفه مع مرتضى منصور بقت دلوقتي بتهاجم مرتضى منصور، واللي كانت ضد مثلا كابتن حسين لبيب بقت مع حسين لبيب. فالناس دي متلونه، يوم هتلاقيهم مع مرتضى منصور ويوم ضد مرتضى منصور. معناه ان هو بيسعى لمصلحته، مصلحته دي لزياده المشاهدات وزياده حجم القناه عشان يقفش كام دولار، لا ان هو بيقبض فعلا من حد فبيطلع يتكلم او بيدافع او بيهاجم بناء على توجيهات عشان هو منتفع بيقفش. فهي دي القصه اللي بتدور من سوشيال ميديا لناس بتدعي حب نادي الزمالك لاداره نادي الزمالك المتمثله في المستشار مرتضى منصور. فعذرا اداره المستشار مرتضى منصور لو مش هتقدر تحل المشاكل دي سريعا وتعدل من اتجاهاتها وادارتها للنادي، يبقى يا ريت تقدموا استقالتكم، لان انتوا زجيتوا بنادي الزمالك في مشاكل قويه جدا جدا. لا تخرجوه من مشاكله دي وتحلوها سريعا، لا تتوكلوا على الله وتبعدوا عن المشهد نهائي وتستقيلوا. اهم حاجه عندنا نادي الزمالك. قلت لكم اليوم الاول قناه الزملكاويه معموله لدعم الكيان فقط، دعم الكيان فقط. هبدا معاكم مستشار مرتضى منصور. المشكله عايز اقول لكم ان هو في اي وقت ممكن يا جماعه يتحبس، يعني ممكن يخش السجن وياخد حكم كمان قوي، يعني ممكن ياخد له 6 اشهر او سنه او 3 اشهر. وهو كان عنده حكم قبل كده مع ايقاف التنفيذ هينفذ.
في حاله لو خد حكم بالسجن. فالقصه كبيره جدا، ووجود المستشار مرتضى منصور دلوقتي يعني في ظل الازمات دي بقى صعب جدا جدا، لانه هيأثر على الزمالك بشكل قوي جدا، لان زي ما قلت لكم اداره نادي الزمالك متمثله في المستشار مرتضى منصور. يعني احنا مع الشرعيه، احنا مع المجلس المنتخب، لكن لو المجلس المنتخب هيسبب مشاكل ومجلس المنتخب هي ادارته هتكون سيئه او هيزج بالنادي واستقرار النادي في مشاكل، يبقى يتوكل على الله. مفيش شرعيه في حاله الانهيار ده. فعشان كده احنا بنتكلم، احنا ولا مع ولا ضد، احنا اهم حاجه عندنا مصلحه نادي الزمالك. فهل المشاكل دي تستمر؟ طول ما المجلس ده موجود لو ما عملش حلول سريعه للمشاكل فالمشاكل هتبقى مستمره. دلوقتي يا جماعه عايز اقول لكم اهم حاجه في الموقف ده، ان اللاعبين يعني اهم ازمه انا شايفها حاليا، الحمد لله ان احنا قدرنا نأيد اللعيبه في القائمه الاولانيه. دلوقتي اهم حاجه دفع مستحقات اللعيبه. اللعيبه لها مستحقات متاخره وتقريبا في كل الالعاب، طايره ويد وسله وكره القدم. طبعا المبالغ دي ملايين، عايز اقول لكم تبلغ الملايين. يعني انت بتتكلم في اكتر ممكن من 80 90 مليون. دول يعني المستحقات المتاخره للعيبه، يعني رقم كبير. فلازم الناس دي تاخد فلوسها قبل ما الموسم يبدا، مستحقات متاخره وكمان مقدم العقود للسنه الجديده. فطبعا دي ازمه قويه جدا. انا عندي دي حل الازمه دي ودفع مستحقات اللاعبين اهم بكتير من ان انا اجيب صفقات. لازم اصلح البيت من الاول من جوه قبل ما ادور على بره. فده عندي اهم حاجه حاليا. بالنسبه لموضوع فتوح يا جماعه، كل دي اشاعات. الاهلي عايز فتوح، طبعا عايز فتوح. الاهلي بيحاول بيكلم وكلاءه طبعا احمد يحيى ويحيى علي اللي ليهم علاقه قويه بنادي الزمالك وبيدمروا نادي الزمالك، ونادي الزمالك مش عايز يطردهم حتى الان، وهم بيصفوا فريق نادي الزمالك. للاسف انا مش عارف ازاي هم متواجدين في نادي الزمالك حتى الان. احمد يحيى ويحيى علي دول طبعا تابعين للنادي الاهلي وللاسف داخل نادي الزمالك، هم وكلاء احمد فتوح. هم بيحاولوا يقنعوا فتوح، لكن فتوح وانا بجيب لكم من مصادر قريبه جدا من اللاعب، او تقدروا تقولوا من اصدقاء اللاعب الشخصيين ومن جوه فرقه نادي الزمالك، احمد فتوح منتظر نادي الزمالك، عايز ياخد عقد محترم ويدفع له الفلوس المستحقه المتاخره وياخد مقدم عقد، وعايز يبقى عقده عقد محترم. هو مش طالب رقم معين، هو عايز ياخد رقم، يعني هو شايف نفسه ان هو من نجوم الفريق ومن كباتن الفريق ويستحق ده. وبصراحه احمد فتوح يستحق. فهو ده قصه احمد فتوح. احمد فتوح ممكن نشوفه في النادي الاهلي. بصوا يا جماعه كل شيء جايز، بس انا بقول لكم احمد فتوح زملكاوي بجد. فممكن لو الاداره حلت مشاكل فتوح سريعا، فتوح هيبقى فيه استقرار وهيستمر في نادي الزمالك، وهو عايز يستمر في نادي الزمالك. طيب موضوع قفش البرتغالي والضجه اللي حصلت اليومين اللي فاتوا، قفش وكهربا، وقفش ظهر ورجع تاني وهيدفع الغرامه مع كهربا، كل ده كذب. وطلع نفى رئيس نادي قفش الجديد. النادي يا جماعه اتباع لمستثمر جديد واتحول اسمه لاسم جديد، والرئيس النادي طلع صرح بان النادي القديم ده انتهى واحنا نادي جديد، وكمان ما عندناش فريق كوره ومش ملتزمين باي حاجه، وانكر حتى معرفته بكهربا ولا بمشكله كهربا، وقال ان حتى ما فيش اي تواصل في اي حاجه ولا من الاتحاد الدولي بيهم ولا باي حد، لان هم كيان رياضي جديد. وقال ان هم حتى ما عندهمش فريق كوره، هم نادي عنده فريق طايره وسله فقط، وقفل الباب. للاسف هم كابتن بقى محمد شعبانه وكابتن ناس كتير بقى تطلع بقى هيقولوا ده خلاص وده كهربا وتضامن مع قفش، كل ده كذب. قفش انتهى قانونيا وتم غلق ملف قفش في الاتحاد الدولي كنادي متواجد. حاليا النادي ده كيان رياضي جديد بإدارة جديدة بملف جديد ملوش علاقة بالنادي السابق. فده موضوع كهربا. اللي هيدفع الغرامة هيدفعها، وانا بقولها لكم ان شاء الله قبل نهاية شهر 9 او الوقت المستحق تقريبا يكون 10/9 او حاجة زي كده. كهربا ان شاء الله يدفع الغرامة. طيب اخر اخبار فريق كرة اليد. فريق كرة اليد عنده مشاكل قوية جدا جدا
لكن الوزاره بعتت خطاب لنادي الزمالك بامكانيه مشاركه الزمالك في البطوله العربيه اللي مؤهله لكاس العالم في اليد، ان هم الفريق يقدر يسافر ويشترك في البطوله. وبس مشكله الفريق حواليه ازمات كتير جدا، ازمه مستحقات متاخره للمدير الفني الاجنبي وبعض اللاعبين كمان، فمستحقات متاخره، فمشاكل كلها ماليه قويه جدا في نادي الزمالك ومحتاجه حل سريع. عايز اقول لكم قضيه احمد عيد لاعب الزمالك اللي كان معار لانبي. لاعب الزمالك خضع لتحقيق وانبي مستمر، وفي هيبقى جلسه ثانيه تقريبا يوم 14 اغسطس هيتم فيها الاستماع في اتحاد الكوره لمسؤولين انبي وللاعب مره اخرى. والجلسه دي اللي هيتم فيها ان احمد عيد هيعلن ان هو عايز يكمل في نادي الزمالك. وعايز اقول لكم ان قانونا من حق اللاعب يختار النادي، فعدم تفعيل الشرط الجزائي او شرط نيه البيع في عقد احمد عيد متوقف على موافقه اللاعب، وبدل اللاعب مش موافق وقالها صريحه، فكل ده يعني تقدروا تقولوا هري على الفاضي من مسؤولين انبي، وان هم عايزين يظهروا بس عشان ما حدش بيتكلم عنهم. هو طبعا نادي شركه، فهم عايزين بس شويه ظهور اعلامي، لكن هم ما لهمش حق في احمد عيد. عايز اقول لكم ان خلاص فعلا من نادي الزمالك ان تم انهاء مشكله نادي وادي دجله، كان ليه مستحقات في حق رعايه لابراهيم نضاي، ودفعت خلاص 7000 يورو، وتم تجهيز مستحقات المتاخره لاتشن بونج، وهيتم ارسالها يوم الاحد القادم بعد ما البنوك ترجع تشتغل. وكده مش فاضل غير مستحقات نادي سبورتنج لشبونه، اللي كلام من داخل الاداره بيتقال ان في جزء كبير من مستحقات غرامه اكشن سبورتنج لشبونه تم بالفعل جمعها، وخلاص الموضوع قارب على الانتهاء، يعني المستحقات قربت تتجمع. عايز اقول لكم ان انا بالنسبه لي اهم مستحقات تاني وتالت، المستحقات القديمه للاعبين عندي اهم من حاجه، حتى لو مش هنضيف لعيبه الموسم القادم. عايز اقول لكم ان احمد ايمن منصور في انتظار ان الزمالك يخلص مشاكل او ازماته مع الفيفا بايقاف القيد عشان يفعل تعاقده مع نادي الزمالك. عايز اقول لكم ان جوه الفريق حاليا تقدروا تقولوا اللعيبه مستاء جدا وعايزه مستحقاتها المتاخره. اهم حاجه دلوقتي انا عايز اقولها لكم، لو ما تمش فعلا مثلا صفقات جديده واستمر ايقاف نادي الزمالك، هل احنا نخاف على نادي الزمالك؟ طبعا احنا دايما بنخاف على نادي الزمالك، لكن عايز اقول لكم مع المدرب الجديد احنا لو حافظنا على القوام الرئيسي اللي متواجد في نادي الزمالك، دفعنا مستحقات اللاعبين المتاخره، اديناهم مقدمات عقودهم، مع دفع المستحقات برضو المتاخره للمدير الفني، ونعمل استقرار للفرقه، فصدقوني الزمالك اللي قدر يلعب ويقدم في البطوله العربيه مستوى كويس جدا او مستوى قوي جدا بالفريق ده، يقدر يكسب الكونفدراليه ان شاء الله الموسم القادم وينافس على الدوري. صدقوني القصه مش في الاسماء، ياما الزمالك جاب اسماء وخسرنا، مش شرط الاسماء، انا اهم عندي هنا حاجه الحاله اللي ما بين اللاعبين والمدير الفني، المدير الفني اللي بيقدم كره ممتعه ويقدر يطور من اللاعبين. بلاش نهد في الفريق، بلاش نهاجم لعيبه. الناس اللي بتطلع تقعد تنتقد حمزه المسيوسي وتقول عليه ان هو لعيب نص لبه، وبتطلع تنتقد ابراهيم نضاي، وبتطلع تنتقد عمرو السيسي، هم دول اللي انتقدوا اوباما وانتقدوا لعيبه كتير ومشوهم زي محمود علاء. الناس دي ما عندهاش محتوى، بيحاولوا يعملوا فرقعه في اي حاجه ويعملوا هجوم عشان دايما يخلي الاخبار عنده يعني تقدروا تقولوا فيها زي شويه فلفل وشطه، لكن دول مش من مصلحتهم نادي الزمالك، ما بيقدروش على مصلحه نادي الزمالك. احنا اللعيبه اللي احنا هاجمناها لقيناها في البطوله العربيه مستواها اكتر من ممتاز. شفنا النصر الزمالك يعني اللي اتعادل مع الزمالك بالعافيه في اخر 3 دقائق، وكان يعني كريستيانو مش مصدق ان هو جاب الجون، وكان فرحان جدا ان النصر بيهزم كل الفرق بالثلاثه، يعني قابل الرجاء المغربي وهو فريق قوي ومدعم ومستقر، كسبوا 3 في 35 دقيقه، يعني حطوا 3 اجوان في 35 دقيقه، واللي بعده واللي بعده وصل للنهائي، وفي الغالب هو اللي هياخد البطوله.
ده اتعادل، هو اللي اتعادل مع الزمالك، والزمالك قدم ماتش كويس جدا. معنى كده ان هي مش باسماء اللعيبه يا جماعه، اقفوا ودعموا فريقكم. اهم حاجه عندي ان اللعيبه تاخد مستحقاتها. يا ريت لايك وشير ودعموا القناه واشتركوا فيها، وصلوا صوتنا ان احنا اهم حاجه عندنا ندفع مستحقات اللعيبه المتاخره، وندي فلوس المدير الفني مع اللعيبه اللي جات لنا من الاعارات، لعيبه ممتازه صدقوني. اوباما هيفرق كتير في خطه اوسيريو، حمدي علاء هيفرق في خطه اوسيريو، محمود علاء، والونش راجع ان شاء الله، ونجدد لفتوح ونعمل استقرار. هتلاقوا الفريق ماشي بشكل كويس جدا جدا. ما تتغروش في الاسماء، الكرة عمرها ما كانت بالاسماء. ان شاء الله اشوفكم في الحلقه القادمه، وباذن الله اتابعكم ان شاء الله بشكل يومي، واقول لكم كل الاخبار باول باول. ادعموا فريقكم ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق للزمالك والنصر باذن الله الزمالك، وتتحل المشاكل على خير. والسلام عليكم ورحمه الله.